وانت بتزور الاهرامات اكيد عديت على ابو الهول واخدت كام صوره قدامه كده. اهو المكان اللي انت اتصورت فيه ده كان الحجاج بيزوروا فيه ابو الهول ويقفوا عنده علشان يصلوا. ايوه انت سمعت صح. ومش ده بس الغريب، الاغرب ان ابو الهول مش ابو الهول. مين اللي كسر مناخيره؟ أول ما بتيجي سيرة أبو الهول لازم يتقال السؤال المثير للجدل ده، لكن الحقيقة إنه مش بس كسر مناخير أبو الهول هو اللي مثير للجدل، كل ما يخص أبو الهول ممكن تعتبره بسهولة جدا مثير للجدل. يا راجل ده حتى المصريين لما بيتصوروا قدامه بيخلوه يبوس إيديهم. بس عامة اسمع الحكاية بالتاتش بتاعي وانت هتعرف إجابة كل الألغاز. أبو الهول طوله حوالي 73 متر ونص وعرضه حوالي تقريبا 19 متر، وأعلى ارتفاع ليه عن سطح الأرض حوالي 20 متر. ومن ناحية الشكل فهو تمثال لمخلوق بيجمع بين صفات الإنسان والأسد. دي المعلومات اللي ما فيهاش جدل عن أبو الهول. طيب مين بقى اللي نحت تمثال أبو الهول؟ هنا بقى يبدأ الجدل كله. الرواية اللي عليها شبه اتفاق إن أبو الهول بيرجع لعهد الأسرة الرابعة وبالتحديد في عهد الملك خفرع، لكن في ناس تانية حطت التاتش بتاعها وقالت لا، أبو الهول ما اتنحتش في عهد الملك خفرع. بعض علماء المصريات بيقولوا إنه جد فرع الأخ الأكبر لخفرع هو اللي أمر بنحت أبو الهول. الخلاف ده مش من العصر الحديث بس، ده بدأ من عهد المصريين القدماء. المصريين القدماء في عصر الدولة الحديثة كان أبو الهول بالنسبة لهم أصلاً يعتبر آثار، لأن لو اعتبرنا إنه اتنحت في الأسرة الرابعة فهنا إحنا بنتكلم عن مئات السنين بين الفترتين. في الفترة الحديثة الفراعنة كانوا بيعتبروا أبو الهول إله الشمس رع، لكن في ناس تانية كانت بتشوف إن مكان أبو الهول ده كان بيتجمع فيه الشعراء والمحبين وبيعيش جنبه أهالي قرية بوزوريس اللي هي دلوقتي نزلة السمان. لكن المؤرخين العرب بقى قالوا إن مفيش الكلام ده، جثمان أبو الهول هو اللي مدفون أسفل التمثال. طيب ما هو مفيش حد أصلا اسمه أبو الهول يا جماعة. يعني إيه أبو الهول؟ الاسم اللي أطلقه المصريين القدماء على أبو الهول في العصور القديمة مش معروف لغاية دلوقتي. أمال اسم أبو الهول ده ظهر إمتى؟ في رواية بتقول إنه بدأ يتردد بعد حوالي 2000 سنة من نحت التمثال، والاسم ده بيشير لمخلوق أسطوري عند اليونانيين. لكن في رواية تانية بتقول إن أبو الهول كان اسمه بر حور، وده كان في عصر الدولة الحديثة، وبعد كده اتحول لبر هول وده معناه مكان حورس. ومع الوقت وسيطرة اللغة العربية في مصر بر هول بقت أبو الهول. وبالمناسبة دي الرواية اللي مقتنع بيها عالم الآثار الكبير الدكتور زاهي حواس. طيب مين بقى اللي كان بيروح لأبو الهول علشان يحج؟ أيجرون خلفك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بيجروا وراك. بيجروا ورايا. عايز تخرج من هنا؟ ابوس ايدك. هات سيجارة. نعم. أبو الهول اتعرض للاختفاء أكتر من مرة، يعني كان بسبب عوامل الجو بيتغطى تماماً بالرمال، وده حصل أيام الفراعنة، وكمان حصل في العصر الحديث لما الملك تحتمس الرابع حط التاتش بتاعه وأمر بالتنقيب عن تمثال أبو الهول، وسجل عملية التنقيب دي على لوح من الجرانيت قدام التمثال وكان اسمها لوحة الحلم، وكمان عمل حوائط حواليه علشان تحفظه من الرمال. وفي العهد الإغريقي الروماني حصل أكتر من تاتش لأبو الهول، أولها تدمير مخالب التمثال ووضع كساء سطحي عليه. ده غير إن في الفترة دي انتشر الحج لأبو الهول واللي استمر لغاية انتهاء عهد الوثنية في القرن الرابع الميلادي. طيب مين بقى برضو اللي كسر مناخير أبو الهول؟ أعرفكم بالمتهم الأول بكسر مناخير أبو الهول، السيد نابليون بونابرت. خلال الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798 قيادة نابليون بونابرت توجهت نيران المدافع الفرنسية على تمثال أبو الهول وتسببت في كسر مناخيره. دي الرواية الأكثر انتشاراً، لكن بقى هل دي فعلاً الحقيقة؟ الدراسات الحديثة بتقول إن مناخير أبو الهول كسرت بشكل متعمد، ومش بس كده، ده باستخدام أدوات حادة زي الأزميل. يعني كده مش مدافع نابليون هي اللي كسرت المناخير. النتيجة دي بتأكدها كمان شهادات بعض المؤرخين زي المقريزي اللي وثق غياب أنف أبو الهول في القرن ال15، يعني قبل الحملة الفرنسية بحوالي 3 قرون. ده غير إن في صور سجلها كتاب الرحلة إلى مصر والنوبة للمستكشف الدنماركي فريدريك لويس ظهر فيها تمثال أبو الهول من غير مناخير. طيب ليه نابليون كان المتهم الأول؟ السبب الأساسي في الاتهام ده إن الحملة الفرنسية فعلا استخدمت المدفعية لترهيب المصريين
المصريين، وكتير من الآثار اتدمرت واتسرقت خلال فترة احتلالها. الشيطان هو اللي كسر مناخير أبو الهول. أعجب تاتش اتحط على رواية كسر مناخير أبو الهول، كان اتهام الشيطان بأنه المسؤول عن الجريمة دي. طب إزاي؟ الرحالة شمس الدين المقدسي بيرصد اللي كان متداول في القرن العاشر الميلادي عن أنف أبو الهول وبيقول: في صنم يزعمون أن الشيطان كان بيدخله ويكلمه لغاية ما كسر أنفه وشفته. وطبعاً مش محتاجة أقولك إن الحكاية دي كانت مجرد أسطورة صنعها التاتش المصري. بعض المؤرخين حطوا التاتش بتاعهم في تفسير لغز مناخير أبو الهول وقالوا: يا جماعة، مين اللي كسرها؟ إيه؟ الرياح وعوامل الزمن طبعاً هي اللي كسرتها. لكن كان في تاتش تاني أغرب من ده كمان. بعض الباحثين بيقولوا إن الأنف المكسورة أصلاً من عهد المصريين القدماء، وبالتحديد في الأسرة ال18 في زمن الملك إخناتون. وفي تاتش ثالث أصحابه بيرجحوا الكلام ده وبيقولوا هي فعلا انكسرت في عهد المصريين القدماء نتيجة ممارسة رياضة الرماية بالقرب منها. يعني محدش كسر مناخير أبو الهول، الأمطار والرياح هي اللي كانت السبب. المقريزي بيقول لك: لا استنى، أنا عرفت المتهم الحقيقي، صائم الدهر. وفقا للمقريزي فصائم كان شخص متصوف وزاعل جدا من تقديس بعض المصريين لأبو الهول في الفترة دي. ولو تفتكر قلت لك إن كان بيتحج ليه فترة الوثنية، ورغم انتهاء الظاهرة دي لكن فضل تأثر بعض المصريين بتقديسه، وخاصة في المناطق المجاورة للأهرامات، لدرجة إن كان في فلاحين بيقدموا قرابين لأبو الهول علشان محصولهم يزيد. فصائم قال: إيه ده؟ هو هيخلوه إله بعد ما الإسلام دخل مصر؟ هنرجع للوثنية تاني؟ قام طالع على أبو الهول وكسر مناخيره. كان بيستعد يكمل تكسير التمثال كله، لكن حصلت مفاجأة. صائم الدهر كان ناوي فعلا يكسر تمثال أبو الهول كله، مش الأنف بس. لكن بالصدفة قامت رياح رملية شديدة في المنطقة دي لدرجة إن الرمال دي غطت الأراضي الزراعية اللي جنب أبو الهول. الأهالي يسكتوا؟ لا طبعا، حطوا التاتش بتاعهم وقالوا: بس دي لعنة أبو الهول. أول ما صائم الدهر قرب منه علشان يكسر مناخيره أو علشان يكسره هو، بعت له رياح الرملية دي. كان في صوفي اسمه صائم الدهر. الراجل ده وجد الناس بتبص لأبو الهول كحاجة مقدسة، فما عجبوش ده، فجاب آلة وكسر الأنف أبو الهول. والناس قالت إن أبو الهول عمل لعنة والزراعة اتبهدلت وبتاع، لكن احنا كلنا بنعتقد في إن قصة صائم الدهر دي هي القصة الحقيقية لأنف أبو الهول. الحقيقة إن كسر مناخير أبو الهول مش الأزمة الوحيدة اللي مرت على التمثال. سنة 1988 حصل تاتش كان كفيل إنه يدمر التمثال تماماً، ووقتها كان حديث العالم كله. في السنة دي وقع حجر من الكتف اليمين لأبو الهول نتيجة أخطاء في الترميم، وحصل تخوف وقتها من انهيار التمثال بشكل كامل. وفضلت عمليات معالجة الخطأ ده مستمرة على مدار حوالي 10 سنين بعدها. في القرن ال19 الأوروبيين حطوا التاتش بتاعهم وقالوا لازم ننقل تمثال أبو الهول عندنا، وده كان بعد نقل سرقة يعني كتير من الآثار المصرية بعد الحملة الفرنسية لأوروبا. And then there was light. Oh boy. What they did. Oh my God. It does exist. قالوا هنفكك تمثال أبو الهول وناخده عندنا، خاصة بعد ما كتير من المستكشفين الأجانب ما وصفوا أبو الهول وصف دقيق في كتبهم واتكلموا عن لغز كسر مناخيره. لكن طبعا في الآخر اكتشفوا إن التاتش بتاعهم خيالي ومستحيل إنه يحصل. تاتش المصريين مع أبو الهول ما بينتهيش، يعني تقريبا مستمر من عهد الدولة القديمة أيام المصريين القدماء لغاية دلوقتي. أيوة لغاية دلوقتي. وآخرها كان تصويره وهو مغمض عينيه، الترند اللي قلب مصر من 3 سنين. لكن دي ما كانتش أول إشاعة يتعرض ليها التمثال بسبب التاتش المصري. في مدينة سرية مفقودة تحت أبو الهول. الإشاعة دي بقى انتهت سنة 2019 بعد ما تم الحفر على عمق 32 متر، وأكدت أعمال الحفر إن مفيش أي مدن وإن مفيش أي حاجة غير 4 أنفاق. والباحثين أكدوا إنهم ملقوش أي دليل في الأنفاق دي على وجود مدينة سرية. تخيل تمثال اتنحت سنة 2500 قبل الميلاد، يعني مر على نحته آلاف السنين. وطول السنين دي كان دايما بطل في حكايات المصريين وفي روايات الباحثين والمستكشفين. وعارف ده يقولك إيه؟ يقولك إنه أبو الهول حط التاتش بتاعه من لحظة نحته ودخل التاريخ بهدوء. آخر حاجة بقى شريكي في التاتش، لو يعني ما خدتش بالك، أنا عارفة إن أبو الهول في الجيزة وإن ده تيشيرت نادي أسوان.
ودي تحية من التاتش بتاعي من أول الجيزة لحد أسوان آخر خط الصعيد، يعني أهلها الطيبين اللي أرضهم وأرضنا شالت حضارة نورت العالم القديم وحيرت العالم الحديث. ما تنساش انت بقى شريكي في التاتش، انت كمان تعمل التاتش بتاعك باللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس. أشوفكم الحلقة الجاية.